تعالوا بينا يلا نعمل كب كيك الكنافة الخطير. أول حاجة جبت كنافة حطيتها في الفريزر شوية، وبعد كده هبدأ أفتتها بإيديا وهنزل عليها بمعلقتين من السكر البودر، هقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هجيب سمنة أو زبدة هسيحها وهنزل بيها على الكنافة، هقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي. وبعد كده هبدأ أجيب قالب الكب كيك بتاعي، هبدأ أدهنه بالسمنة كويس اللي أنا سيحتها، وهبدأ أحط فيه الكنافة بتاعتي. بالضبط كده، مش هتاخد في إيدِك 5 دقايق. هابدأ أساوي الصاج كويس وأحط فيه على قد ما أقدر، وبعد كده طبعًا لو عايزة أحشيها بأي حاجة في إيديكِ ممكن تعملي لها حشو أي حاجة، وتبدئي تساوي الكنافة بتاعتِك، وبعد كده تدخّليها فرن ساخن مسبقًا ربع ساعة بالكتير وهتبقى زي الفل معاكِ. نساوي كويس عشان ما فيش حاجة تتحرق مننا، ونضغط عليها كويس بإيدينا وندخّلها الفرن 15 دقيقة بالضبط وهتبقى زي. هنخرّجها على طول من الفرن